انتشر خبر في الفترة الأخيرة إن الاتحاد الأوروبي سمح بدخول بعض أنواع الحشرات ضمن الصناعات الغذائية واعتبارها آمنة للاستهلاك البشري. وطبعا كلامنا هنا عن حشرات بتتربى ويتم إنتاجها ضمن معامل مخصصة وفقا لمعايير صحية. ولكن هنا السؤال، إزاي الحشرات بتدخل في الأكل؟ بص يا صديقي، بيجيبوا الحشرات يطحنوها ويبيعوها على شكل بودرة غنية بالبروتين، وبتدخل في المكرونة والمخبوزات والمعجنات وكمان بعض أنواع الشوكولاتة. فلو انت عايش في اوروبا اتاكد كويس قبل ما تشتري اي منتج، لان معظم المنتجات اللي في اوروبا فيها نسب بسيطه من مسحوق الحشرات. العالم دلوقتي عايز يوفر غذاء صحي ورخيص اقل ضرر على البيئه. رخيص ودي عارفينها، لكن صحي ازاي؟ تعال اقول لك. معلقتين من مسحوق الحشرات ده بيكفي الاحتياج اليومي من البروتين للانسان البالغ، ودي كميه الناس ما تقدرش تحصل عليها من خلال اللحوم في الدول الفقيره. وزي ما الحشرات غنيه بالبروتين، كمان غنيه بالفيتامينات والمعادن. وهنا لسؤال مهم، هل الناس هتتقبل فكره اكل الحشرات؟ عادات الناس مع الاكل بتتغير مع الزمن. يعني لو جيت لي من 50 سنه هتلاقي كل الناس او معظم دول العالم بتقرف من اكل السمك الني، ما عدا دول شرق اسيا زي الصين واليابان. ونيجي دلوقتي السوشي بقى منتشر في كل المطاعم وفي كل دول العالم. نفس الكلام على البطاطس، دول اوروبا كانت بتخاف من البطاطس ومعتقدين انها ضاره. وعندك الطماطم لما دخلت بلاد الشام اطلقوا عليها مؤخره الشيطان، صدر فتاوي وقتها بتحريمها، ولكن بعد سنين اصبحت الطماطم من اساسيات المطبخ الشامي. نيجي دلوقتي للناس اللي في الشرق الاوسط والغرب، بيقرفوا من الحشرات بسبب شكلها وانها بتعيش في الاماكن القذره وكمان بتنقل الامراض. لكن الاتحاد الاوروبي بيقول لك ان الحشرات اللي هم هيعملوها هتبقى متربيه معمليا، يعني مش هتكون جايه من الزباله ولا عندها اي امراض، وهيتم تقديمها بشكل مسحوق بروتين زي البروتين اللي بياخدوه لاعبي كمال الاجسام. حاجه زي السوشي مستحيل ان انا اجربها، ولا فكرت ان انا اجربها. من وجهه نظري في المستقبل القريب الناس هتاكل حشرات عادي. انا مش هتفاجئ من حاجه زي كده. اشوفك في فيديو جديد، ويلا سلام.